في 2023 دخل بورصة مصر بالغلط صندوق فراولة. الصندوق ده كان في حاوية راح تصدير لدولة بريطانيا، وفي لحظة دخوله الصندوق وفي حتة ضيقة قوي اديله اتقطع في اللحظة دي وهو داخل الصندوق، بس البورصة فضل مكمل وقعد في الصندوق جوه واديله اتقطع، والصندوق نزل للتاجر عادي. التاجر عرضه على متجر بريطاني اسمه ليدي. المتجر ده كان متجر كبير، واللي اشترت الصندوق ده كانت فتاة اسمها نيكيتان موران. وساعتها بقى لما الصندوق وصل لها فتحت الصندوق لقت البورصة من غير ديل. تتخيل تعمل ايه بقى؟ لو واحده غيرها في اللحظه دي هتصوت، ده الطبيعي، او هتتصل بالشركه هترميه في وش الشركه. بس بقى الحاجه اللي حصلت الغريبه اللي هي ما عملتش اي حاجه من اللي انا قلتها خالص. لا وكمان ايه، لقيت البورصه كمان مقطوع ديله. لا وساعتها بقى اتصلت بالجمعيه الملكيه لمنع القسوه عن الحيوانات، وبالفعل الجمعيه الملكيه اخذت البورصه ليتلقى العلاج في اكبر المستشفيات البيطريه تحت اكبر دكاتره